شنو بغاو وكيحاول يفرحهم بالكلمه الطيبه. شويه بشويه بدا كيتعرف المحل ديالو في المدينه، وبداو الناس كيجيو من احياء بعيده باش يشربوا القهوه عند ياسين، حيت كيعجبهم داك الجو اللي دار والطيبوبه ديالو، كيف كيتعامل معهم باحترام والابتسامه دائما. ومع الوقت المحل ديالو ولا مشهور، وياسين قدر يوسع الكوفي شوب ديالو وخدم معاه شباب اخرين كانوا كيف كان هو في البدايات ديالو باش يعطيهم فرصه يخدموا ويحققوا اهدافهم. دابا ياسين ولا معروف في المدينه كقصه نجاح، وداك الحلم الصغير اللي كان عنده ولا مشروع كبير كيشجع به الناس باش ما يستسلموش، وحيت خدم بجديه وصبر دار الفرق في حياته وحياه الناس اللي دايرين به. تحياتي.